خليك متسامح. حتى كل الأديان السماوية بتدعونا للتسامح. لازم يا جماعة نقدر الأشخاص اللي حوالينا بكمية المواقف اللي بيعملوها معانا، مش بموقف ولا اتنين، لأن هو مش حكم على الشخص. وده اللي هنعرفه من قصتنا النهاردة. بيقولك كان في صديقين ماشيين في الصحراء، ولما وصلوا لمكان ما واحد منهم ضرب التاني بالقلم على وشه. تقريبا اختلفوا مع بعض، ووقتها حس صاحبه ان هو اتألم جدا وزعل جدا ان هو اتضرب بالقلم من صاحبه. وفي الوقت دوت قرر ان هو يكتب على الرملة: صاحب المقرب مني قوي ضربني على وشي. لكن هما بعد كده كملوا طريقهم لواحة جميلة، وقرروا ان هما ينزلوا المية. فالشاب اللي اتضرب بالقلم سوء حظه ان هو كان هيغرق برضه في المية. فبدأ طبعا صاحبه المقرب ليه جدا ان هو يروح ليه وينقذه. طبعا يا جماعة هي دي الصحوبية الصح، صاحبه وما هنش عليه ان هو يزعله. وبعد ما نقذ حياته بدأ ان هو صاحبه يكتب على الصخرة ان صاحبي المقرب مني جدا انقذني النهارده من الغرق. فصاحبه استغرب جدا: هو انت ليه في المرتين كتبت؟ في المرة الاولانية كتبت اللي انا ضربتك بالقلم على الرملة، وفي المرة التانية كتبت اللي انا انقذتك من الغرق على الصخرة. رد عليه رد بليغ جدا يا جماعة. قال له: في المرة الأولانية أنا كتبت على الرملة لأن مسير الرياح هتمحو كل اللي أنت عملته معايا، وتمحو الكلام اللي أنا كتبته اللي أنت ضربتني بالقلم. لكن على الصخرة مفيش أي حاجة هتقدر تمحي اللي أنت عملته معايا، ولا هوا ولا مية ولا أي حاجة، وهتفضل منقوش على الحجر، على الصخرة أو على الحجر زي ما احنا بنقول. ومن هنا يا جماعة نبين ان المواقف ما بتبانش من موقف ولا اتنين، لان هو لو هو جواه عداوة كان ممكن يسيب صاحبه يغرق.